فالحمد لله. في ناس طبعا بتيجي تبعت لناس محتويات على اليوتيوب طبعا واصحاب قنوات، تبص تلاقي يرد عليك مره وما يردش عليك ثلاث اربع مرات، يشوف الرساله وما يردش. بصراحه يعني الحاجه دي بتضايق الواحد، لان انا فتره ومريت بيها برضه. ف يعني بلاش الناس اللي هي بتتنك ديت، بمعنى صح تتنك قوي على الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. اهلا ومرحبا بكم متابعي قناه عبود المرشد في كل مكان. تحياتي ليكم، تحياتي لكل اللي بتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. ال- في طبعا انا عاوز الم الموضوع بسرعه، ماشي، عشان الوقت ما ياخدناش والناس تزهق مننا. طبعا الفيديو دوت كان يعتبر ان شاء الله انا كنت محضره ان انا اشكر في الناس اللي هي بتفعل اخر فتره، ماشي. بصراحه انا بشكر كل الناس، كل اي حد بيدعمني بتعليق حتى لو هو ما استفادش في الفيديو، بصراحه كتر خيره وجزاه الله كل خير، وربنا يجعله في ميزان حسناته. الناس طبعا اللي بتفعل اخر فتره، اللي القناه بتاعتي جايبه لي في احصائيه كده بتجيبها لي كل اسبوع تقريبا او كل 10 ايام، اكتر الناس متفاعله على الفيديوهات سواء بلايكات او بتعليقات. فهم جايبين لي القناه دلوقتي، جايبه لي حوالي ست اسامي او سبعه، ماشي، هذكرهم طبعا. اول حاجه طبعا قناه الريف حياتي، استاذ اشرف بتاع قناه الريف حياتي، ماشي، راجل محترم بصراحه، ده من اعز الناس اللي عرفتهم عن طريق اليوتيوب. استاذ رضا مصطفى، رضا مصطفى ده من قريتنا احنا هنا، من قريه ورين، ده اصلا صديق لي اصلا، ربنا يبارك فيه. وطبعا الاستاذ حمزه عمرو، استاذ حمزه برضو من الناس المحترمين، بيعلق تعليق على طول في اي فيديو تلاقيه، ما شاء الله يعني، جزاه الله كل خير وبشكره على مجهوده ده. استاذ عبده زوكا، اسم الايميل كده. طبعا في ناس ممكن ما يكونش اساميهم، يعني انا هقرا اسم القناه بتاعته، يعني هو الاسم القناه اسمها عبده زوكا، هي اسمها كده. طبعا الاستاذ حسن الفار، بنا يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه، يعني ربنا يبارك فيه، برضه من الناس المحترمين، صاحب قناه حسن الفار. قناه برضه اركان الظلام، وقناه فيروس اللي هو المكتوب تحتها سيف، اللي هو الاستاذ سيف ده، بصراحه من الناس المحترمه برضه، كان بيشجعني بالتعليق كويس كده، وان انا اغير المحتوى اغير الاسم بتاع القناه، احاول اخليه حاجه يعني في نفس المحتوى اللي انا ماشي فيه، ماشي. هي طبعا عروض المواشي خاصه ان هي انت بتعرض وكلام من ده، بس انا طبعا كنت في فتره لما كنت بنزل السوق فكنت مسمعه على اساس كده. لكن دلوقتي ان شاء الله انا هحاول يعني ايه، عاوز ان انا برضه اسمع كلمته، وخدت بالنصيحه بتاعته ان انا يغير اسم القناه او اعمل قناه جديده، بس انا بفضل ان انا اعمل قناه جديده باسم تاني، ماشي. ولو ان حد عنده اقتراح لاسماء برضه يقول لنا في التعليقات. طبعا الاستاذ احمد علي ابو العمده، الاستاذ في اسم القناه بتاعته نجارين مصر ده. وفي طبعا ايميل مش عارف بقى اسمه بصراحه، يعني في تقريبا القناه بتاعته مش ما كانش مسماه باسم، فمش عارف اسمه الصراحه. ووائل لتربيه الارانب فوق السطح، دي اسم قناه برضه. وفي قناه اسمها قول يا رب، تمام، كلنا بنقول يا رب. ده طبعا اخر فتره الناس متفاعله معايا في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا في ناس طبعا بتتفاعل، بس هي ما بتظهرش الا لو مثلا عمل فتره، يعني كان يتفاعل كتير في اللايكات او في تعليقات، ماشي. هذكر بقى الناس طبعا المحترمه اللي علقت تشجيعا لاخوه محمد في الفيديو الاخير بالذات، ماشي. الاستاذ عبد السلام، ماشي. الاستاذ محمود محروس، الاستاذ اسم القناه بتاعته يعني بمعنى صح نجم بالانجليزي كده. الاستاذ عز الدين احمد، الاستاذ محمود البحيري، طبعا من الناس المحترمه اللي متابعانا من زمان، ماشي. الاستاذ زياد محمد، الاستاذ محمد سليمان، او تقريبا انا مش عارف هو كاتب ام دي سليمان، هو بيعرف نفسه طبعا، ماشي. ده من الناس المحترمه بصراحه، ويعني دعواته بصراحه مش حارمنا منه. الاستاذ محمد السيد ده، طبعا محمد السيد بتاع سوهاج، ده اخ وصديق لي، اتعرفت عليه على على القناه، ما شاء الله من الناس المحترمين يعني. الاستاذ شادي، الاستاذ عماد عبد الفتاح، الاستاذ احمد ناصر، طبعا قناه دوري المواشي البيور، الناس المحترمه برضو. الاستاذ رمضان محمد، الاستاذ نور محمد، ما شاء الله برضو راجل محترم، بيعلق تعليق يشجع الواحد. الاستاذ بدر الداري، الاستاذ ايمن ماجد، معذره، الاستاذ عبد السلام، الاستاذ خير الخواجه، بصراحه خير الخواجه برضو من الناس المحترمه، وبيديك برضو تعليق كويس. والاستاذ ايمن مون، اسم الجميل كده.
ايمن، بصراحه برضو من الناس المحترمين وجزاهم الله كل خير. الاستاذ احمد السلمان، اسمها كده، اسمه كده، الاستاذ احمد ماجد، الاستاذ محمد سليمان ده والنمر. ماشي. طبعا كده انا يعتبر جبت الناس كلها اللي كانت متعلقه في الفيديو اللي فات. الاستاذ عبد السلام ده طبعا مره. وكان في حد برضه معلق تعليق كده ان هو زهقان من صوت العصافير. انا طبعا غيرت لك يا عم المكان اهوت، ماشي، عشان ما تزهقش. جبت لك حمام، في هنا صوت حمام بقى هيزعجك شويه. طبعا الناس دي كلها كتر خيرهم، كلهم خير وبركه. اي حد بيدعم محمد بلايك او بتعليق من غير اي سبب ومن غير اي معلومه، كتر الف خير وجزاه الله كل خير. حابب بقى انوه على نقطتين اتنين في اخر الفيديو. نقطتين اتنين مهمين جدا والنهارده بالذات. اول نقطه، اي حد عاوز يسال سؤال متنحرجش من اخوك، يبعت في اي وقت. الحمد لله بفضل ونعمه من عند ربنا، افضل قناه يعتبر على اليوتيوب بترد على الناس. مش هتلاقي، نادر لما تلاقي حد مثلا يعني تبعت له صاحب قناه وتبعت له ويرد عليك في تعليق سريع على طول او في اي وقت وفي اي حاجه، حتى لو هو مش عارفها هيرد عليك في اي وقت. الحمد لله من افضل الناس اللي بترد على الناس في اي وقت، سواء على تليفون، رقم تليفون، سواء على الواتس، سواء في التعليقات. الحمد لله ما بسيبش حد وما بنساش حد، الحمد لله. ربنا يجعلنا طبعا يعني ربنا يديم علينا نعمه ويجعلني كده دايما سند ليكم وانتم سند ليا طبعا في الاول وفي الاخر. فالحمد لله. في ناس طبعا بتيجي تبعت لناس محتويات على اليوتيوب طبعا واصحاب قنوات، تبص تلاقي يرد عليك مره وما يردش عليك ثلاث اربع مرات، يشوف الرساله وما يردش. بصراحه يعني الحاجه دي بتضايق الواحد، لان انا فتره ومريت بيها برضه. ف يعني بلاش الناس اللي هي بتتنك ديت، بمعنى صح بتتنك قوي على الناس. الناس كلها يعني بيبقى عايز يعرف منك معلومه مش اكتر. اديله يا عم المعلومه، اما يبعت لك حاجه ما تستخسرش في حاجة إن أنت ترد عليه. حتى لو ما أنتش عارف ممكن تسأله وتسأل زي ما أنا بعمل. أنا لو في حاجة مثلا مش عارفها بخش على النت مثلا أو بسأل حد من المتخصصين وأتأكد له مع المعلومة وأقولها له. ماشي. فأنت يا ريت يعني ما تكبرش على حد، وكلنا واحد وكلنا سبب ومكملين لبعضنا طبعا في جميع الأوقات. كلنا يعني أنا بكملك بمعلومة، أنت بتكملني بمعلومة، كلنا بنكمل بعضنا ومحدش شاطر على الدنيا. ماشي. النقطة طبعا الأخيرة في نهاية الفيديو، حب النهاردة طبعا الجمعة، الناس طبعا بتكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم حاجة النهاردة بالله عليكم الناس تدعي لإخواتنا في غزة، كتروا من دعواتكم النهاردة الجمعة طبعا. وممكن ربنا يكرمنا بكرة برضو إن شاء الله، ممكن تكون ليلة القدر اليوم 29، يعني اللي هي الليلة النهاردة طبعا بالليل هتبقى صباح 29 رمضان. فممكن تكون الدعوة فيه مستجابة، يعني اليوم ده يعتبر كله ممكن يكون دعوتك مستجابة. هتدعي لنفسك طبعا ما تنساش اخواتنا بس. طبعا الناس كلها داخلة على عيد والناس فرحانة بالعيد وكده، بس برضه يعني افرح ايوه كل حاجة، بس ما تنساش اخواتك، ما تنساش اخواتك في غزة، لان بصراحة اليومين دول فترة صعبة عندهم. وربنا يكون في عونهم، لا مية ولا كهرباء ولا، ربنا يكون في عونهم يا رب ويقويهم وينصرهم على الاعداء. ان شاء الله ربنا يعدلهم العيد ده على خير، ويكون يا رب عيد نصر عليهم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين طبعا، العيد داخل وكل سنه وانتم طيبين. وربنا يا رب يجعلها سنه سعيده علينا وعليكم، وعيد سعيد مبارك. وان شاء الله في تقدم من هنا وجاي باذنك يا رب. اي حد محتاج اي حاجه بقى ما ينساش يبعت لي في تعليق او يبعت لي على الواتس، وانا ان شاء الله ارد عليه في اقرب وقت. ورن عليا في اي وقت برضه ما تقلقش. اخوك في الله محمد جده، تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.